بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير البنات. ان شاء الله فيديو تاعي تلقاكم كامل بخير. اليوم جبت لكم بوصفه حلوه، ربي يحلي ايامنا وايامكم. بما انه حطيت الفوطو نتاع عفوا لا فيديو نتاع الطمينه، شفت بزاف الاخوات قالوا يعطيني الوصفه، حطيت لكم الوصفه. نمر بالمقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش لي جيم في لا فيديو. بالنسبه للطمينه نتاعنا نحتاجو سميد يكون متوسط كما راكم تشوفوا، كنت حمصته. نحتاج العسيله والمارغرين. بالنسبه للسميد اني كنت حمصته وخليته يبرد. بالنسبه للمارغرين هنايا كنت استعملت كاس تاع المارغرين، واستعملت كاس الا ربع نتاع العسيله نورمال. ليسونسيال البنات، انا كاين هنا تستعمل السمن، كاين تستعمل الزبده تاع الصار. السمن انا ما ننصحهاش تقدم بها لانه راح تعطينا بنه سي باسا. واما الزبده تاع الصار اكيد راح تعطينا بنه مليحه. يعني نهايه القول الطمينه تاعنا ما تسحقش انها تقدم بالسمن، غير بالزبده ولا المارغرين. ليسونسيال البنات، انا حميت هذاك الزبده والعسل، حطيت كاس الاول نتاع السميد، يعني نفس الكاس اللي عبرت به الزبده والسميد راح نعبر به السميد. عفوا زبده والعسل راح نعبر به السميد. ليسونسيال البنات، هنا حركتهم شويه شويه، لازم هذه الخطوه تحركوها مليح مليح باش السميد تاعنا يتشرب الزبده ولا المارغرين اللي درناها. ليسونسيال حطيت كاس الزوج. كما نعرفوا انه الطمينه لازم تكون شويه جاليه، ما تكونش خفيفه بزاف، عفوا ما تكونش ثقيله بزاف بزاف. هنايا هنا هذه الخطوه لازم تحركوا مليح 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 حتى وين تعيا ايدكم. هنايا حطيت شويه نتاع القرفه باش نكه بها، وكاين ناس اللي يحطوا حلوى ترك. انا بالنسبه للطمينه تاعي ما نحبش نحط حلوى ترك في الحشو، نحب نديكوري بها احسن. ليسونسيال البنات، شوفوا هذاك القوام ما شاء الله، خليتها ترتاح لمده ربع ساعه، عاودت رجعت ليها لقيتها بهذا القوام. ليسونسيال البنات، انا هنايا حاطتها في طبسي تاعي، كما تقدروا تحطوها في تاع الالومنيوم، تقدروا تحطوها في تاع التوزيعات. يعني هذه الطمينه صالحه لاي المناسبه، المزيود، الحفله، الختان، اي حاجه يعني وين تنفح لك ديريها ديريها. بالنسبه للديكور كل وحده وكيفاش ديكوري الطمينه تاعها، هذا الديكور راهو في اليوتيوب، لاني انا ما كملتش معكم هذا الفيديو لانه عفوا راكم تعرفوا مع الدار والعائله ومنا ما نجمش ندير لها ديكور في غرضي. ليسونسيال البنات، هذا الديكور اكتبوا في اليوتيوب تزيين طمينه راهو يطلع لكم هذا الشكل. كما راكم تشوفوا الديكورات بهذا الشكل. شوفوا البنات هنا تحسوا انه الزبده شويه طلعت لي، لكن انه كي نشفت وحطيتها في شويه في الفريجيدير شدت روحها. شوفوا البنات الله يبارك هذاك الشكل كيفاش خرج، الله يبارك. زيد كيفاش نديكوريها بهذا العقاش الاصفر ولا التوت الاصفر. يعني واش متوفر عندكم ديروه، راكم مش مربوطين، ديروا واش درت انا، يعني اي حاجه متوفره عندكم ديروه، ماكمش مقيدين انكم ديروا واش درت انا. ليسونسيال البنات، جبت هذاك الطابع سيد كيفاش نديكوري شويه بالغرفه كما راكم تشوفوا. جبت شويه جوز ولوز وديكوريت بها، وهذا مكا يعني كملنا بها السهره. هذه الطمينه كانت المولد النبوي الشريف، كل عام وامه محمد كامل بالف خير. هنايا بعد ما حطينا هذاك جوز اللوز وعقاش، حطينا كميه تاع حلوى الترك كما راكم تشوفوا، درتها صاير داير، وهذا هو شكلها النهائي. صدقوني البنات، واحد الخفه واحد البنه ما شاء الله، روعه روعه. وصلت معكم لنهايه الفيديو، والسلام عليكم.